بيبدأ فيلمنا في منطقة القطب الشمالي مع عمال بيحفروا في كهف تلج، وفجأة أدوات الحفر بتخبط في حاجة صلبة جوه الجليد. العمال بيقربوا وبيكتشفوا إن في كائن كامل متجمد، وبيقطعوا كتلة جليد ضخمة وبيحطوها في طيارة هليكوبتر، وبينتقل الاكتشاف ده لمعمل أبحاث متطورة. العلماء أول ما بيشوفوا اللي جوه الجليد بيتوتروا فورا، وبيبعتوا فاكس لشركة التنقيب وبيطلبوا منهم يوقفوا شغل فورا، لأن اللي قدامهم ده اكتشاف أثري خطير جدا. وبعد شوية بيوصل المعمل عالم أنثروبولوجيا اسمه ستانلي، راجل هادي وذكي ومتخصص في تاريخ الاسكيمو والعيش في بيئات قاسية. ستانلي بيتعرف على الدكتورة اللي اسمها ديان وباقي فريق العلماء، كلهم بيبقوا فاكرين في الأول إن اللي جوه الجليد ده حيوان من عصور ما قبل التاريخ، ويمكن يكون زي الماموس اللي الروس لقوه قبل كده بخلايا لسه حية. العلماء بيستخدموا ليزر عشان يفتحوا الجليد بهدوء شديد، وهنا بتحصل الصدمة. اللي جوه ده مش حيوان، ده إنسان نياندرتال، اللي هو الإنسان الحجري القديم. ستانلي بيبص عليه كويس، ومن شكل عظامه وعضلاته وشعره بيستنتج إن ده كان صياد عاش من 20 ل 40 ألف سنة، وبينبهر وبيبقى عايز يدرسه ككائن حي. لكن ديانا بتقول بكل برود إن الخطة هي كالآتي: هيقطعوه أجزاء ويوزعوها على أكبر مراكز أبحاث في العالم، وبيبدأوا يذوبوا الجليد ويشيلوا هدومه وأدواته الحجرية، وبيركبوا له أقطاب كهرباء في دماغه، والنتائج بتطلع مرعبة. خلاياه وأعضائه وكل حاجة سليمة بنسبة 100%. ديان بتفترض إن البشر القدام كان عندهم خلايا خاصة بتحمي الدم من التجمد. وفجأة أجهزة المراقبة بتسجل نشاط دماغي ضعيف، الكل بينصدم وبيقرروا ينعشوه، وبيحطوا له أنبوبة تنفس، وبيستخدموا صدمات كهرباء علشان القلب يرجع ينبض تاني. والإنسان الحجري ده بيصحى وبيفتح عينيه وبيشوف وجوه لابسة أقنعة ونور قوي وأصوات غريبة، وبيدخل في حالة هلع. ستانلي بيشيل القناع وبيوري له وشه، وأول ما بيشوف وجه إنسان بيهدى شوية، فبيستغلوا اللحظة دي وبيدوا له حقن التخدير. وبعد كده الفريق بيقعد يناقش المستقبل، وكلهم بيحلموا بجائزة نوبل. أصلا المشروع بتاعهم كان عن تجميد مرضى السرطان وإرجاعهم للحياة، ودلوقتي شايفين إن الإنسان ده ممكن يكون سر الخلود بتاعهم. ستانلي بيعرض وبيقول إن البشر مش المفروض يعيشوا للأبد، وإن العالم أصلا متكدس، وإنهم عددهم ياما، لكن محدش بيسمع له وبينفذوا اللي في دماغه. ولكن في الآخر بينجح يقنعهم يديله أسبوعين يدرس فيهم الراجل ده في بيئة طبيعية، وبيبنوا له محمية زجاجية شبيهة بالغابة. وأول ما الإنسان الحجري ده بيفوق بيحس إنه هو في مكان مألوف، وبيبدأ يعيش حياته الطبيعية، يشرب عصير التوت ويسرق بيض الطيور ويولع نار بحجرين، وبيطبخ أكله وبيغتسل تحت شلال، وبيطلع يصطاد ويقتل خنزير بري برمح صنعه بإيده. أثناء الصيد بقى بيلاقي خرطوم مية وبيقف مستغرب، وبيمشي وراه لحد ما بيوصلوا لباب معدني. العلماء بيقفلوا الأبواب وبيعملوا أصوات علشان يخوفوه، وبيغضب وبيتسلق الشلال، وبيطلع إن ده مش شلال حقيقي، بتبقى فيها آلة ضخ مية، ولكن هو بيدمرها وبيبقى متضايق. أحد العلماء بيدخل يضربه بسهم مخدر. الفريق بيقرر يرجع لخطة التقطيع، لكن ستانلي بيغضب وبيثور وبيقول لهم إن المدة بتاعته لسه ما خلصتش، وبيعرض على ديان فيديوهات لقبائل بدائية عندهم قدرات غريبة، وبيفترض إن الإنسان ده بيفرز مواد بتحمي جسمه من التجمد، وبيرجعه للمحمية. وستانلي بيدخله من غير أي سلاح، وبيقرب له واحدة واحدة. إنسان النيردلتال ده بيرفع عليه حجر عشان عايز يضربه، لكن بيتوقف لأول ما بيلاقي ستانلي مش بيدافع عن نفسه، وبيقرب يفحص جسمه وبيحس بالاختلاف وبيضغط على صدره. ستانلي بيصرخ، وإنسان الغاب بيتراجع وبيقول له إن اسمه أرو. ستانلي بيسميه تشارلي، وهنديله من دلوقتي تشارلي، وبيعلمه يقول اسمه، وبيضحكوا سوا. ستانلي بيسأل عن الندوب اللي في صدره، تشارلي بيبص لفوق وبيشاور وبيقول له بيتا. ستانلي بيفكر ان بيتا ده يقصد بيه طائر. تشارلي بيسرق الصليب بتاع ستانلي وبيبدأ يتمتم بكلمات غريبة وحركات بإيده. تاني يوم بقى بتوصل خبيرة لغويات اسمها مابل، بتنبهر بذكاء تشارلي، وستانلي بيقعد يعلمه شوية كلمات بسيطة: حجر، ضفدع، عظم، وبيعلمه شوية إنجليزي. وفي ليلة في الليالي الهادية بيقعدوا جنب النار، وستانلي بيبدأ يغني، وتشارلي بيعجبه الصوت، وبيقعدوا يلعبوا بعظام أكله وهو بيسمع له. تشارلي بيطلع شوية أصوات غريبة كأنه بيغني ومبسوط مع الأغنية. وبعد فترة العلماء بيقرروا ينيموه تاني علشان ياخدوا عينات أكتر ويبدأوا تجارب جديدة. بيحطوه جوه غرفة مخصصة درجة حرارتها منخفضة جدا، على أملهم إن البرودة تشتغل وتشغل الموارد اللي بتحمي خلايا من التجمد، وبالتالي يبقى سهل يستخرجوها من جسمه. تاني بيفضل يعترض ويزعق وبيقول لهم إن كده هيقتلوه، وإن تشارلي مش فار تجارب. وفجأة نبض قلب تشارلي بيبدأ يبطأ. العلماء بيتخضوا وما بيبقاش قدامهم حل غير انهم يطلعوه بسرعه. وبعد كده في المحميه تشارلي بيبقى في حاله غضب شديده،
وبيفضل يصرخ في ستانلي. بيبقى مش طايق كل التجارب دي ولا الندوب اللي بقت في كل جسمه، وفجأة بيقفز كأنه هيهجم على ستانلي وبيضرب الأرض برمحه، وبعدين بيوجعه على صدره هو كأنه بيطلب من ستانلي يساعده يموت. ستانلي بيرفض ده طبعا، وبعد خناقة قصيرة بيسيبه وبيمشي مكسور. وبعدها ستانلي بيروح لديان لوحدهم وبيطلب مساعدتها وبيقول لها إن التجارب بتبعد تشارلي عنهم نفسيا وإنهم كده بيخسروه واحدة واحدة، وبيقترح إنها تدخل معاه المحمية يمكن وجود ست يهديه شوية. ولما بيدخلوا بيلاقي ايدين تشارلي مجروحين وبيستخدم بودرة حجر علشان يرسم لهم طائر من الندوب على الأرض، ولكن ديان بتبقى متوترة وخايفة وتشارلي بيجري عليها فجأة عشان يتفرج عليها عن قرب وبيفضل يشمها وبعدين بيشاركها أكله. ديان بتاكل علشان ما تجرحوش رغم إن الأكل ده كله حشرات وقرف. وفي الأول تشارلي بيبقى لطيف وبعد شوية بيقرب أكتر وبيحاول يبص على جسمها. ستانلي بيوقفه فورا وبيحصل شد ما بينهم. ستانلي بيضطر يستخدم كلمة نياندرتال ودي معناها دي بتاعتي علشان تشارلي يبعد عنها ويسيبها. وبعدها تشارلي بيجيب شوية حاجات من كهفه وبيوضح إن هو عايز يبادلهم بديان. ستانلي بيرفض طبعا. تشارلي بيحزن وبيقعد يبص لديان وبيكرر نفس الكلمات تاني وتالت. مابل بتحلل اللي بيقوله، تفتكر إن الكلمة دي كلمة امرأة بس في حاجة تانية مش مفهومة. ستانلي وديان بيخلوا تشارلي يشرح ويرسم على الأرض وبيبان إن هو كان عنده زوجة وعيال. تشارلي بيبدأ يجري ويكرر نفس الكلمات وديان بتفهم فجأة وهو بيسأل فين عيلتي، وفجأة هليكوبتر بتعدي فوق المكان والسقف كله بيتهز. تشارلي بيشوفها وبيفزع وبيبدأ يتسلق الصخور وبيصرخ ببيتا بيتا الطائر. العلماء بيطلبوا من الطيار يمشي بس تشارلي ما بيهداش وبيفضل يصرخ للسقف وبيقول بيتا. وبعد كده ستانلي بيزور قبيلة اسكيمو وبيحكي لهم الكلمات اللي سمعها. الناس بتتصدم من الكلمات لأن الكلمات دي معروفة عندهم. ستانلي بيرجع وبيجري على المعمل وبيقول لديان الحقيقة، بيتا مش طائر عادي، ده طائر أسطوري رسول للإله بياخد الناس للجنة أو النار على حسب أفعالهم. ستانلي بيفترض إن قبيلة تشارلي انقرضت لما انقلب القطب المغناطيسي والحيوانات كلها ماتت. تشارلي افتكر إن ده عقاب إلهي فطلع في رحلة حلم علشان يقدم نفسه قربان للطائر ويرجع الحيوانات. ودلوقتي تشارلي فاكر إن الهليكوبتر دي هي سيدنا الطائر ومفيش أي طريقة تهديه. وبعد 34 ساعة تشارلي بيبقى لابس كل هدومه وأدواته وحاطط حلي كان ستانلي اداهوله ومزغرف جسمه بتوت مهروس وبيفضل يترمم مستني ربه يرجع. وكل ما ستانلي يدخل تشارلي بيستخبى وبيبقى رافض يتكلم. وفي يوم تشارلي بيراقب ستانلي وبيتعلم ازاي يضغط على المصعد وبيطلع بره المحمية وبيتسلل لجوه المعمل بهدوء وبيشوف مراية في ممر فاضي وبيفتكر اللي فيها ده عدو فبيتضايق وبيكسرها برمحه. أصوات في السماعة بتفزعه وبيجري لحد غرفة حيوانات التجارب وبيحاول يدخل ممر تاني وبيخبط في أبواب إزاز وبيرجع يخبط الأبواب فبتفتح لوحدها وبيسمع صوت عربية وبيستخبى ورا ماكينة تصوير ولكن بيشغلها بالغلط فبيفزع وبيجري. بيدخل معمل وبيكسر جردل الحضن فبيحرق له ايده شويه. العلماء بيطفوا النور وتشارلي بيجن وبيطلع فوق الترابيزات وبيكسر كل الاجهزه، ولكن في عالم بيدخل يشغل النور. تشارلي بيهجم عليه فورا وبيموته برمحه. الانذار بيشتغل وتشارلي بيجري شمال ويمين وبيدخل نفق بيبرد كل ما يمشي فيه وبيوصل لمخرج الطوارئ وبيطلع بره اخيرا وبيشوف الهليكوبتر وبيجري وراها. الطيار بيخبطه بزلاجات الطياره فبيفقد الوعي. العلماء بينقذوه وبيرجعوه. الإشاعة بتقول إن هو سليم. العلماء بيخبطوا من ستانلي وبيحملوا ذنب موت زميلهم وبيقرروا ينهوا التجارب وينقلوا تشارلي. ستانلي بيحاول يفهمهم إن هو لو اتحبس هيموت حد يسمع له، ولكن بيرفض يستسلم وبيرشي الحارس وبيدخل المحمية وبيغطي تشارلي بالفرو اللي معاه وبيطلعوا يمشوا في التلج. العلماء بيلاحظوا اختفائهم وبيتتبعوا أثرهم ولكن الأرض بتبدأ تنشق بيهم وهم ماشيين وبيحصل فجوة بتفصل تسالي عن تشارلي. الهليكوبتر بتظهر وتشارلي بيفرح وبيصرخ ببيتا ببيتا وبيقفز عليها وبيمسك في زلاجات الطيارة وبيفضل يرمم وبيبقى مبسوط جدا. الطيار بيحاول يمسكه ولكن تشارلي بيسيب ايده بنفسه وبيقع وبيطير شوية في الهواء ووشه بيبقى هادي وبشوش لحد ما بيختفي بالأبد وبيموت.